قبل كل حاجة حابة أقول لكم كل سنة وانتم طيبين وعيد مبارك على كل المسلمين يا رب. النهاردة هنعمل بقى طبق الفتة المعتاد بتاع عيد الأضحى بتاعنا الجميل ده، وهنعمل كمان صينية رقاق مورقة كده ورقة بورقتها، وهقول لكم السر اللي هيخليها كل ورقة لوحدها كده. صينية رقاق خطيرة. اعملوا لايك للفيديو وتابعوني على الفيسبوك وعلى اليوتيوب باسم منوعات بوسي، ويلا نبتدي ونقول بسم الله. أول حاجة هنبتدي نجهزها وهي إني هسلق اللحم. قطعة من الزبدة وهنزل عليها باللحمة وهشوحها. هشوحها كويس لحد ما تاخد لون من الجنبين، يعني اللحمة تاخد آه، لون كده اللي هو كأني بحمر اللحمة. عايزة اقول لكم ان الطريقة دي بتخلي الشوربة بتاعة اللحمة في حتة تانية. بتسرع كمان عملية التسوية بتاعة اللحمة لان بتخليها تحتفظ بالسوائل فيها، ولما بتيجي تستوي بتستوي في وقت اقل، يعني بتخليها اسرع في السوى. بصوا بقى، لو الحلة صغيرة وانتوا هتشوحوا كمية لحمة كبيرة، ممكن الحبة مثلا اللي تشوحوا نخليهم على جنب كده ونبتدي ننزل بشوية كمان. بس حاجة ضرورية جدا ان النار تكون عالية في اللحظة دي، بلاش تكون النار هادية. بعد كده هبتدي اضيف المنكهات بتاعة الشوربة، هضيف ورق لوري وحبهان وعود قرفة، وهضيف كمان فلفل اسود وكزبرة. عايزة اقول لكم ان الكزبرة والفلفل الاسود لو حب هيكون افضل كتير. بصلايه وقطعتها نصين، وبعد كده هبتدي اضيف كمان طماطمايه. الطماطم انا مش حابه اقطعها ومش حابه احطها صحيحه، انا عايزه العصاره بس اللي في الطماطمايه من جوه، مش عايزه القشر ومش عايزه كل الحاجات اللي جوه الطماطمايه. انا عايزه بس العصاره دي تسكر معايا الشوربه، تخلي طعم الشوربه حلو. هقلب بقى كل المكونات دي مع بعض كويس جدا وهخليها تتشوح حلو قوي. حاجه كمان دي اختياري، يعني ممكن تضيفوها او لا، بس بتخلي طعم الشوربه حلو جدا، وهي اني اضيف مرقة كنور اللي هي بتكون عبارة عن اعشاب او توابل، اللي هي مش مرقة دجاج. بتخلي طعم الشوربة حلو جدا يا جماعة. بعد ما الشوربة غليت هبتدي بقى اشيل الريم ده. بصوا بقى الشوربة بقت صافية وحلوة ازاي. هنخليها على نار هادية جدا، وهضيف عليها معلقة من السكر وهغطيها وهسيبها، مش هتاخد معايا من نص ساعة لساعة الا ربع ساعة. بعد كده هبتدي اجهز الصلصة بتاعة الفتة. مكعب من الزبدة، وهضيف معلقة توم حلوة كبيرة كده محترمة، وهقلبها كويس جدا لحد ما اوصل للون ذهبي حلو. خدوا بالكم ما تحرقوش التومة بتاعة الصلصة بتاعة الفتة. ضفت كمان معلقة صغيرة من الكزبرة، وهخليها تتحمر كويس لحد ما ريحة الكزبرة تطلع ولون التومة يكون ذهبي وحلو كده. ما تخلوهاش تغمق عن كده عشان ما تمررش منكم. هضيف بقى شوية خل حلوين، وبعد كده هنزل عليهم بالطماطم. دي صلصة طماطم انا كنت شايلاها في الفريزر، حتى هتلاقوا قطعة كده لسه مجمدة فيها، يعني عشان ما تسألوش هي ايه دي او تفتكروها قطعة طماطم ما اتفرمتش كويس ولا حاجة. هضيف بقى التوابل بتاعتي، وضفت معلقة صغيرة من البابريكا، وضفت كمان معلقة صغيرة من الشطة لو حابين، وضفت كمان نص معلقة من البهارات او توابل الصلصة عموما. وظبطت الملح بتاعي وهخليها تاخد غلوة، لان هي اوريدي الصلصة اصلا متصلصلة، يعني هو اللي هو كل الكلام ده يغلي بس مع بعضه كده حوالي 3 دقايق ولا حاجة. بس كده هطفي على الصلصة، وبعد كده هبتدي اجهز الرز. هاخد مكعب زبدة كويس حلو كده كبير، وهضيف عليه معلقتين كبار من الزيت، وبعد كده هضيف عليهم الرز المصري المغسول. الفتة المصرية بتتعمل برز مصري. الرز كنت غسلته وصفيته كويس، وبعد كده هبتدي اضيفه على الزبدة. قلبوا بقى كويس جدا علشان تاخدوا رز مفلفل وحلو، يعني قلبوها لحد ما تحسوا ان الرز بقى اللي هو ابتدى ياخد لون، وتحسوا بقى ان انتوا سامعين صوت اللي هو ش ش ش بتاع الرز ده، عارفينه. هبتدي بعد كده اضيف المنكهات، وهضيف ورق لوري وحبهان بس والملح بتاعي، وهبتدي بقى اقلب برضو كويس جدا جدا لحد ما كل الكلام ده يتشوح مع بعض حلو قوي. بعد كده هضيف المية بتاعة الرز، والمية بتكون اعلى من يعني مستواها بيكون اعلى من الرز بسنتي او سنتي ونص، ده الرز المصري غير الرز البسمتي. هقلب بقى كويس جدا، وهظبط الملح بتاعي وهخليها لحد ما تغلي، مش يعني مش هغطيها من دلوقتي ومش هوطي عليه من دلوقتي. لا، انا هخليها لحد ما الميه الرز يغلي والميه تبتدي تقل وتختفي تماما. هنا بقى ههدي النار خالص. وحاجه كمان بقى او تركايه كمان هتسرع في سوى الرز، ان انا اغطيها بستريتش كده او بكيس تلاجة نضيف،
واهدي النار عليه واغطيه. مش هياخد معايا اكتر من 5 دقايق وهيكون الرز استوى وفلفل وحلو قوي. تعالوا بقى نعمل صينية الرقاق الحلو. مكعب من الزبدة وهضيف عليه اللحمة دي كانت حوالي 500 جرام. انا مش هاخد اللحمة كلها او كمية اللحمة كلها في صينية الرقاق، لا انا عملت مقدار مثلا صينيتين رقاق ولا حاجة. هقلب بقى اللحمة لحد ما لونها يتغير، وبعد كده هنزل ببصلتين مفرومين عليها. هقلب بقى اللحمة بالبصل كويس جدا لحد ما لون البصلة يدبل شوية، يعني يدبل نوعا ما. هبتدي اضيف التوابل بتاعتي. ضفت نص معلقة من الكزبرة ونص معلقة من الفلفل الاسود والزنجبيل وبهارات اللحمة وكمان البابريكا المدخنة. اي توابل بقى انتوا حابين تضيفوها تانية تقدروا تضيفوها، او لو بتحبوها في اللحمة طعمها بيكون باين اكتر في اللحمة تقدروا تضيفوها. هضيف كمان نص كوباية من الصلصة ونص كوباية من المية وهقلبهم كويس جدا. انا حسيت ان اللحمة ناشفة او لسه محتاجة سوا فضفت عليها كبشة كده من الشوربة بتاعة اللحم. هظبط بقى الملح بتاعي وهخليها على النار لمدة 5 دقايق لحد ما تستوي كويس جدا. وبكده الحشوة بتاعة الرقاق جاهزة. عادة أنا بعمل صينية الرقاق ب8 رقات، يعني بعمل 4 طبقات من تحت و4 طبقات من فوق. لكن لو قالوا رقاقة أو قالوا رقاقتين مفيش أي مشكلة، لكن ما تزودوش عن 8 طبقات. هاخد بقى شوية من الشوربة وهضيف عليهم برضو مرقة كنور، اللي هي التوابل بتاعة كنور حلوة جدا بتخلي طعم الشوربة حلو قوي زي ما قلت لكم. المكون بقى اللي هنضيفه وهيخلي الرقاق مورق كده معانا وهاش ومرتفع، وهي معلقة من البيكنج باودر. دي هتفرق جدا في صينية الرقاق. هبتدي كمان اجهز نص كوبايه من الزبده المذابه او السمنه المذابه زي ما انتوا حابين. انا عامله كله النهارده بالزبده، فانتوا لو حابين تبدلوا بالسمنه مفيش اي مشكله. جبت الصينيه هنا وغلفتها بالورق الفويل. هقول لكم ليه انا غلفتها بالورق الفويل بعد كده، وهيسهل عليا كتير جدا اصبروا. بعد كده الرقاق هبتدي بقى اطر الرقاق بالشوربه كده زي ما انتوا شايفين، يعني اخد بالمعلقه تكون كبيره او بكبشه صغيره كده تكون كبيره، وابتدي ابل الرقاق بس بشويش بحيث ان الرقاق ما يتكسرش. عايزه اقول لكم ان الرقاق ده جاهز، مش الرقاق اللي انا عاملاه خالص وما كانش عاجبني خالص وانا بعمله. تحسوا ان هو ناشف كده ومجزمل، بس في النهايه يعني طلع كويس، عرفت اتعامل معاه. اللي انا كنت عاملاه يعني الصراحه ما قعدش. ولادي كلوه في اللبن بالهنا والشفا، كان خفيف جدا جدا وفعلا كان هش ومقرمش، ما كانش مستحمل ان انا اعمل فيه كده اصلا. فده الرقاق ده جاهز. لو حابين ترجعوا للفيديو بتاع الرقاق اللي عملناه في البيت مع بعض هسيبه لكم تحت في صندوق الوصف. هبتدي بقى اعمل الطبقات بتاعه الرقاق، وزي ما قلت لكم انا هعمل 4 من تحت واربعة من فوق، يعني 4 طبقات بين كل طبقة وطبقة. بعد ما ببلها بدهن دهنة كده من الزبدة او معلقة من الزبدة برشها فوقيهم كده، وببتدي بقى اجمع باقي الطبقات. دول كده كانوا ال4 طبقات الاولانيين، وضفت عليهم بقى اللحمة وهبتدي اوزعها في الصينية كلها. بصوا بقى حاولوا لما تيجوا تحطوا الرقاقة في الصينية ما تضغطوش عليها، يعني لو هي كبيرة شوية ولا حاجة هي كده كده اوريدي لما بتكون ناشفة بتبقى هايشة كده على الصينية من فوق. فاستنوا عليها لما تطرى شوية هتلاقوها بتنزل معاكم بسهولة وهتقدروا تسووها. انما وهي لسه ناشفة كده ولسه ما شربتش الشوربة بتاعتها وطريت، لا هتعذبكم وهتتكسر وشكلها هيبوظ. فانتوا بلوها وحطوا الطبقات كده في الصينية وسيبوها شوية على ما تبلوا التانية وترجعوا لها، هتلاقوها طريت هتقدروا تتعاملوا معاها. اخر رقاقية بقى في الوش يعني بتكون على صينية الرقاق من فوق دي، انا كنت بنقي افضل واحدة اللي هو تكون على قد الصينية، مش متكسرة من الجناب، مش رايحة يمين ولا جاية شمال، يعني تكون مدورة كده وشكلها حلو زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى اضغط كده بظهر المعلقة بسيط كده علشان ما تتكسرش، هي لسه برضو ناشفة معايا. هضيف عليها معلقة من الزبدة، وهنا كانت ابتدت بقى تطرى بظهر المعلقة كده، وابتديت اضغط عليها. بلاش تضغطوا عليها بايديكم لان هي بتتكتم فعلا، لا خلوها بقى بظهر المعلقة كده واضغطوا عليها بشويش بشويش بشويش، وابتدوا اسقوا شوربة واحدة واحدة. دخلتها الفرن على درجة حرارة 200 رف أوسط، الشعلة كانت من فوق ومن تحت لحد ما أخدت لون دهبي حلو.
في الوقت ده أنا كنت ابتديت أقطّع العيش بتاع الفتة واحمّصه زي ما أنتم شايفين كده، دخّلته الفرن على درجة حرارة هادية جدًا لحد ما أخد اللون الحلو. حاولوا تقطّعوا بقى العيش قطع صغيّرة كده، يعني بلاش قطع كبيرة علشان لمّا تيجوا تاكلوه مع الرز يبقى قطع صغيّرة ومتساوية كده مع الرز. تعالوا بقى نحمّر اللحمة، وهنا هاقول لكم على تركاية هتودّي الفتة في حتّة تانية خالص. أخدت قطعة زبدة كبيرة حلوة كده وابتديت أنزل بقطع اللحمة وهاحمّرها كويس جدًا. عايزة أقول لكم إن لو معلقة سمنة بلدي وحمّرنا فيها اللحمة هتكون في حتّة تانية خالص، بس أنا حبّيت إن هي تكون أخف شوية لإن إحنا مستخدمين دسم كتير أوي النهارده. بُصّوا بقى لون اللحمة حلو إزاي، تعالوا بقى للزبدة اللي اتحمّرت فيها اللحمة وريحتها وطعم اللحمة اللي مالي الزبدة دي. هاضيف فيها معلقة توم كبيرة كده محترمة وهاقلّبها هاحمّرها كإني باطُش ملوخية أو باعمل دقة، بس خلّوا لونها برضه دهبي كده وحلو وما تخلّوهاش تغمق منّكم عشان طعمها ما يمرّرش. هاضيف بقى عليها برضه شوية خَل محترمين، يعني حوالي مثلًا نُص كوباية صغيرة والّا حاجة. بعد كده هاضيف عليها كوباية كبيرة من شوربة اللحمة، وبكده عملنا أحلى دقة للفتة. دي بقى اللي هتودّي الفتة في حتّة تانية خالص، ما تستغنوش عنها في طبقات الفتة يا جماعة. بُصّوا بقى اللحمة بعد ما اتحمّرت وأخدت اللون الحلو، رشّيت عليها رشّة من البقدونس وكمان ملح وفلفل أسود وكمون، طعمها حقيقي حلو جدًا. تعالوا بقى هنا بصوا صينية الرقاق بعد ما خرجت من الفرن واستنيت عليها اما هديت، ونصيحة مني غطوا صينية الرقاق بعد ما تطلع من الفرن لو حسيتوا ان هي ناشفة شوية. بصوا بقى السهولة في ان انا نقلت او نقلت صينية الرقاق بورق الفويل، يعني شلتها كده. اوقات كتير لما بنعمل صينية الرقاق بتلزق في الصينية، او لما بنيجي نقطعها بيكون صعب قوي، او لما بنيجي ننقلها مثلا بتبوظ مننا. للناس اللي مش محترفين يعني، كمان في التقديم بصوا بيكون شكلها حلو قوي يعني. لو نقلتها على سرفيس مدور كده، او لو حطيتها حتى زي ما هي كده بالورق الفويل شكلها حلو جدا. هنا بقى ده الدقة اللي عملناها. تعالوا بقى نعمل طبق الفتة الحلو بتاعنا. ده العيش اللي طبعا اللي حمرناه في الفرن وضفت منه شوية في طبق التقديم، وهبتدي بقى أضيف الدقة هنضيفها في كل الطبقات. فتة بالخل والثوم، يعني شوية دقة حلوين زي دول، مش بالصلصة خالص، يعني هي الصلصة إضافة كده، لكن فتة بالخل والثوم بشوية الدقة الحلوين دول. ضفت شوية كمان من الرز أو طبقة الرز، وهضيف عليها برضو شوية من الدقة زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقى الرز مفلفل ازاي وحلو. لما تغطوا الرز بالكيس زي ما قلت لكم بيسرع جدا في عملية السوا، وفي نفس الوقت بيطلع الرز مفلفل وحلو. ما تستعجلوش وتغطوا الرز من البداية، لا استنوا لما الرز يبتدي المية تنقص فيه، وبعد كده ابتدوا غطوه بكيس كده وزي ما انا عملت، وهدوا النار عليه هيطلع معاكم مظبوط قوي. بعد كده بقى ضفت شوية عيش كده من الجنب، يعني التزيين بقى بتاع طبق الفتة ده زي ما انتوا حابين، والصلصة واللحمة، وادي طبق الفتة المعتبر بتاع اول يوم العيد. هبتدي بقى ارش رشة بقدونس كده على الطبق الفتة الحلو ده علشان اكسر الالوانات. هبتدي اضيف كمان شوية من الدقة، يعني رشتين حلوين كده من الدقة علشان تطعم العيش وتطعم اللحمة وتطعم الحاجات اللي فوق الوش اللي ضفناها دي. تعالوا بقى بصوا الرقاق بعد ما قطعناه، كل ورقة لوحدها مورق كده، واخر طبقتين اللي فوق واللي تحت مقرمشين ومن جوه طري ومستوي، طعم اللحمة حلو جدا. ما تستغنوش عن معلقة البيكنج باودر اللي ضفناها في الشوربة. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة عملت معاكم الفتة بطريقة حلوة جدا جدا، يا رب تعجبكم، واكتبولي في الكومنتات رأيكم فيها ايه. عملنا كمان اللحمة والرقاق الممبار بقى، وعد مني هعمله لكم في حلقة تانية جديدة، لان لو كنت دخلت تصوير الممبار في الفيديو بتاع النهاردة كان هيبقى طويل جدا جدا عليكم، فالافضل ان هو يكون في حلقة لوحده. بس كده، دي كانت حلقة النهاردة، وكل سنة وانتم طيبين. تابعوني بقى على اليوتيوب وعلى الفيسبوك باسم منوعات بوسي، واستنوني في فيديو جديد وحلقة جديدة، واشوفكم على خير يا رب، وباي باي.